السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الطبق ديالنا غادي يكون طاجين باللحم والبرقوق على الطريقة المغربية. بسم الله. أول حاجة غادي نرقدو اللحم في العطرية اللي غادي نحتاجو فيها المعدنوس، القليل من السمن، السكينجبير والخرقوم البلدي، الملح، شوية تاع القرفة، القليل من الإبزار، تومة، واحد ضويمة تاع الزعفران. الزعفران شعراء اللي ذوبته في شويه ديال الماء سخون. ممكن اضافه راس الحانوت الا بغيتو، انا كنكتفي رباط العطريه هذه. صافي غادي نرقدو اللحم وغادي نخليوه واحد شويه حتى يتشرب هاد العطريه. ناخدو الطاجين نديرو فيه واحد جوج بصلات مقطعين طريفات صغار، نستفو اللحم ديالنا. العطريه كتبقى على حسب كميه اللحم اللي عندكم. ديك العطريه اللي بقات ضفت عليها واحد شويه ديال الماء وضفتها على اللحم. دابا غادي نضيف زيت الزيتون او الزيت النباتيه اللي متوفر عندكم. نردو الطاجين فوق النار يتشحر واحد شويه. هنا راه زدت واحد شويه تاع البصله من الفوق. بالنسبه للبرقوق غسلته مزيان ودرت ليه واحد كميه الماء فاش يطيب. درت ليه واحد العويد تاع القرفه، ممكن انكم ديروا القرفه مطحونه. نضيف واحد شويه ديال الماء للطاجين ونخليه يكمل الطياب على نار مهيله. بالنسبه للبرقوق من بعد ما طاب درت ليه سنيده، 2 معالق ديال السنيده. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، وشويه ديال الماء زهر كيعطي واحد النسمه زوينه. صافي دابا غادي نخليه حتى يتعسل مزيان وينشف من داك الماء. وها الطاجين ديالنا من بعد ما وجد زينته بالبرقوق اللي درت عليه جنجلان واللوز والبيض. جا بنين بزاف. نتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء مع وصفة وطبق اخر ان شاء الله.